جديد عبر قناة أكرم الشميساوي. السلام عليكم، أنا أكرم الشميساوي. مثل ما تعودنا نقرأ القصص الخيالية وجميع أنواع القصص، والآن معنا قصة قصيرة لكن العبرة التي فيها أعظم. لنبدأ في القصة. يقال سافر فلاح من قرية إلى مركز المدينة ليبيع الزبد التي تصنع زوجته، وكانت كل قطعة على شكل كرة تزن الكيلو جراما فقط. باع الفلاح الزبد للبقال واشترى ما يحتاجه من السكر والزيت والشاي، ثم عاد إلى قريته. أما البقال فبدأ يرص الزبد في الثلاجة، فخطر بباله أن يزن قطعة من الزبد، وإذا به يكشف أنها تزن 900 جراما فقط. ووزن الثانية فوجدها مثلها، وكذلك كل الزبد الذي اشتراه من الفلاح. في الأسبوع التالي حضر الفلاح كالمعتاد ليبيع الزبد على البقال، فاستقبل البقال بصوت عال: أنا لا أتعامل معك مرة أخرى، فأنت رجل غشاش، فكل قطعة من الزبد الذي بعتها لي تزن 900 جراما فقط، وأنت حاسبتني على أنها كيلو جراما كاملا. هز رأس الفلاح بأسى وقال: لا تسئ الظن بي، فنحن أناس فقراء لا نمتلك وزننا الكيراما، فأنا عندما أخذ منك السكر بوزن الكيلو أضع بكفة، وأزن الزبد بالكفة الثانية. لا تدينوا كي لا تدانوا، لأنكم بالدنيا التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا عجبتك القصة وعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك والتعليقات، وأعطينا رأيك. وإذا عندك قصة أو فيديو حاب نشره لك راسلني على صفحتي على الفيس، أو تلقى الرابط أسفل الفيديو بالوصف. ولا تنسونا بالدعم والاشتراك واللايك تشجيعنا بالاستمرار.